راح الأخ عيسى الملحم ونزل الاستقبال في المستشفى، واستفصل عن حالة زوجة عبد الله، وتأكد فعلا من الحالة، وأن عبد الله دفع 4000 دولار وباقي 6000 دولار، وأن العملية عملية قلب وكذا، وتأكد، وهذا من حقه يا جماعة الخير. رجع عيسى الملحم إلى عبد الله البعداني وقال له: يا أخ عبد الله. قال: نعم. قال: خذ هذا وصل السداد، سددت عنك 6000 دولار. عبد الله مو بمصدق: يا أخي ما يصير. قال: لا، صار. الله سبحانه وتعالى جابني لك. أنا جاي سياحة للأردن ومعي زوجتي، وجاها ألم بسيط في بطنها، وجبناها للمستشفى هنا، وكشفوا عليها قالوا معها الزائدة الدودية، وعملوا لها عملية، وبشرك الحمد لله هي طيبة، والمفروض أنها تطلع اليوم. الله سبحانه وتعالى خلاني أمر من عندك، ولعل بها سبب يا أخي، ولعل الله يفرج لنا ما حنا فيه، ولعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، وانت ملهوف ومسافر ومحتاج. يا أخي الله يجزاك خير، الله يفرج كربك. قال له: اللهم آمين. بس هذا اللي نبيه. دعيت الله يجزاك خير. حضنه واحتضنوا، ثم راح عيسى لزوجته. دخل عبد الله البعداني بعد ما استعاد أنفاسه على زوجته، سلم عليها واطمأن عليها وتحمد لها بالسلامة واطمأن، ثم قص لها القصة. زوجته ما تمالكت نفسها من البكاء، بكى الحزن على ما حصل من أخذ فلوس زوجها، وبكى الفرح على فرج الله القريب وهي ما تدري. سبحان الله. المهم عبد الله البعداني ما أخذ له شوي إلا ويجيه اتصال من قسم الشرطة: السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ عبد الله: نعم، إحنا قسم الشرطة، نبغاك تجينا ضروري. بإذن الله. طلع عبد الله واتجه لقسم الشرطة، وإذا قسم الشرطة قبضوا على المشتبه فيهم. جابوا عبد الله وقالوا له تتعرف عليهم. تعرف عليهم، وإذا هم فعلا اللي سرقوه. طلعوا المبلغ، الحمد لله ما صرفوه، ورجع المبلغ لعبد الله. عبد الله أخذ المبلغ واتجه للمستشفى، دور على عيسى الملحم، لقاه: السلام عليكم. وعليكم السلام. عيسى وشلونك يا حبيبي؟ قال: الحمد لله. هلا والله عبد الله، بشرنا عنك، كيف زوجتك عساها طيبة وأمورك طيبة؟ قال: أبشرك الحمد لله. يا أخوي عيسى، أبشرك، الله سبحانه وتعالى نصرني ورجع حقي واستلمته، فخذ الله يوفقك، خذ هذه 6000 دولار اللي انت دفعتها. فقال له عيسى: يا عبد الله، أنا دفعتها وخلاص، أنا قدمتها لله سبحانه وتعالى، يا أخي اعتبرها هدية مني لك، فأرجوك لا عاد تكلمني عنها، هذه انتهت، هذه بيني وبين الله وانتهت، ما عاد هب لي ولا عاد نيب ماخذ الفلوس. يا عيسى يهديك يرضيك يا ابن الحلال. قال: والله أبدا أبدا أبدا، بس ودي أطلب منك طلب. قال له: تفضل. قال: زوجتي الآن بتطلع، ودي أخليها تمر على زوجتك وتسلم عليها وتتشافى لها. فقال له عبد الله البعداني: على الرحب والسعة يا أخي، على الرحب، والله أنت المتفضل علي، الله يكثر خيرك ويجود عليك ويفتح عليك. فعلا عيسى يروح لزوجته ويقول لها: عندي رجل صادقته في المستشفى، ما علمها عن السالفة، رجال صادقته في المستشفى، وأبي تزورين زوجته مسوي عملية قلب. وفعلا دخلت المرأة على زوجة عبد الله، زوجة عيسى دخلت على زوجة عبد الله، سلمت عليها وسولفت معها وتحمدت لها بالسلامة، وأخذوا أرقام بعض، وعبد الله أخذ رقم عيسى الملحم واستودعه الله، وطلع عيسى الملحم هذا الرجل الشهم من أهل الأحساء في المنطقة الشرقية، أهل الأحساء الكرام. طلع هذا الرجل النبيل، أخذ زوجته واتجه للسعودية. بعد فترة رجع عبد الله البعداني طبعا إلى إب، وبعد ما أخذوا لهم فترة اتصل عبد الله البعداني على عيسى يسلم عليه، لأنه صارت بينهم مودة وأخوة،
رد عليه عيسى: يا هلا وغلب عبد الله، وشلونك؟ بشرنا عنك، كيف زوجتك؟ بشرنا ان شاء الله انها طيبه، وعيالك وشلونهم؟ قال: ابشرك الحمد لله. قال له عيسى: يا عبد الله ابى اقول لك شيء. قال: قل لي، تفضل. قال: يا عبد الله، انا متزوج من 9 سنين ولا رزقني الله عيال، وبشرك زوجتي الآن حامل، من يوم رجعنا من الأردن زوجتي حامل. لعل الله سبحانه وتعالى استجاب دعواتكم، لعل الله سبحانه وتعالى فرج لنا بسببكم. كلكم خير وبركة يا عبد الله، الله يا رب يبارك لك ويوفقك. عبد الله فرح شديد لما حصل لعيسى، وقال له: يا أخي أسأل الله أن يبارك لك في ذريتك، وأن يفتح عليك، وأن يرزقك، وأن يوسع لك فيما أعطاك. شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا يا جماعة الخير، الخير في أمة محمد. ومن قال قد هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. لا، الخير في الأمة موجود.